السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهات نزلت شطة بشقتك في سلسلتنا متقلقش كده. موضوع خطير جدا الفترة الأخيرة، أنا شفته كتير. في الأول لما شفت موضوع الستايل الجديد بتاع توزيع الحمام والشاور اللي في شباك الحمام ده في الحيطة بتاعة المنور، في الأول قلت ممكن أخطاء فردية من ديزاينرز بيعملوا الموضوع ده. قال لي شافوا الأجانب ففهموا الحوار غلط وقلدوه، لغاية ما لقيت إن الموضوع بدأ يتفشى بطريقة مش طبيعية، من غير ما حتى اللي بيعمل يعني سوري يعني مش حتى ما بيفكرش هو بيتعمل كده ليه، فاكر انه طريقه توزيع جديده. طبعا هو غلط، وهقول لكم غلط ليه دلوقتي. الموضوع غلط من كل الجوانب يا جماعه، غلط هندسيا، غلط عقلا، غلط شرعا غلط عادات وتقاليد، غلط كل حاجه. زي ما اتكلمنا احنا في الفيديو بتاع التعريف بتاع السلسله ما اتقالتش الاجانب، ان في نقطه مهمه في ما بين كل دوله في العالم والتانيه، هي ان كل دوله بتعمل ديزاين من خلال البيئه بتاعتها وعاداتها وتقاليدها. فما اجيش انا اقلد الاجانب في مصيبه زي كده. الموضوع ده يا جماعه يتحط الشاور في الاخر في حالتين اتنين فقط، وهنقولهم في اخر الفيديو ان شاء الله مع بعض بعد ما نعرض الكوارث. زي ما حضراتكم طبعا عارفين دايما اسلوبي بقول صح وغلط وليه. فكل حاجه انا ما بتكلمش كده غير كل حاجه بالادله، سواء ادله هندسيه، ادله فنيه، ادله حتى عقليه. انما ان احط شاور في الشباك، احنا بنهرج يا جماعه. ده لو زيرو هندسه، لو بزرش هندسه ما ينفعش اصلا يتعمل حاجه زي كده. طيب تعال نتكلم في الموضوع واحده واحده. اول نقطه واول كارثه طبعا، وهو السؤال انا بعمل كده ليه؟ الاجانب لما بيعملوا كده يا جماعه الناس عجبهم قوي فكره ان اعمل بارتيشن الازاز من غير كابينه وباب. فده السبب اللي مخلي الناس كلها عايزه تقلد الفكره دي وخلاص. العميل برضو عايز، شاف الموضوع ده عاجبه شكل جديد. طب صح، طب غلط، طب يترتب عليه ايه؟ هو مش فاهم. طب دلوقتي يا جماعه احنا الف ب هندسه، واتكلم كلام اخواتي المهندسين المحترمين اللي بيفكروا. يعني انا فاكر واحنا في مدني درسنا في ماده الصحيه ان قاعده كده دايما الصرف، خاصه صرف التواليت، يكون اقصر مسافه للمداد العمومي. مش حد يختلف معايا في النقطه دي اللي احنا درسناها، والا هو يبقى ما درسش الكلام. التواليت مكانه اقصر مسافه للمداد العمومي. طيب دلوقتي الحيطه بتاعت المنور اللي فيها المداد العمومي، انت عايز تعمل الستايل ده. طيب حبيبي هتقوم شايل التواليت خالص، تقوم حاطه في نص الحمام. طب ما تيجي نشوف الكوارث اللي تترتب على الامر ده. طيب اول حاجه، انا عشان اعمل حاجه زي كده هتقابلني مشكله في الصرف بنسبه 100%. شفت فيديو لحد من السباكين المحترمين، انا بحترمهم يعني، انا عارف ان حد فاهم، ولكن هو الموضوع يعني خانوا الصواب في الموضوع. النقطه دي خانوا الصواب فيها لما بيتكلم. فبيقول طب يا جماعه لا، ده في ناس معترضه عن التواليت في نص الحمام، ده هم 2 متر وانا عندي 15 سم والماسوره 10 سم فاقدر اعمل الميل. الكلام ده مش صح يا جماعه، الكلام ده هنقولهم مع بعض. اول حاجه انا عشان احط مثلا سي فلاش تانك احطه في نص الحمام، عشان اوديه للمداد العمومي، انتوا متخيلين في كام كوع هستخدمه؟ الكوع اللي نازل، اللي خارج اصلا من التواليت نفسه ونازل لتحت، هعمل كوع تاني تحت هيمشيني قدام، اعمل كوع تالت عشان اعدل نفسي اطلع بره الحيطه، بره الحمام خالص، وكوع رابع يردني بقى على المداد العمومي. 4 اكواع. فحد هيقول لي طب دي الاكواع مفتوحه. حبيب قلبي الاكواع المفتوحه بتقلل قوه اندفاع الميه ولا ما بتقللهاش؟ جميل. ده في حاله الميه، انا ما بصرفش ميه، انا بصرف مواد صلبه. ما بصرفش ميه، انا بصرف مواد صلبه. المواد الصلبه دي ممكن تتراكم، تقف، لا قدر الله لو عملت مشكله بعد كده. حضرتك عامل 4 اكواع، اسلك منين؟ اسلك ازاي؟ يعني حتى لو انا عايز اسلك ازاي؟
طب يا باشمهندس احنا بنعمله يا جماعه في قاعده المهندسين عارفينها كويس جدا. لما بنعمل ديزاين لاي حاجه، المهندس قاعده كده في الهندسه، المهندس اللي بيعمل ديزاين بيشتغل على الورست كيس، يعني اسوأ سيناريو ممكن يحتمل. اسوأ سيناريو ممكن يحتمل. طب انا هحكي لكم موقف حصل معايا انا شخصيا. انا ساكن في شقه والدي، شقه والدي بيوت اهالي. فوالدي كان غير مكان الحمام والمطبخ، عكسهم مكان بعض. فالمداد العمومي عندنا كان في ظهر الحمام، بقى في ظهر المطبخ. طب دلوقتي انا عايز بقى هصرف التواليت، فعايز اوديه بقى للمداد التاني، والمداد ده جوه ماشي جوه البلكونه. بيوت زمان، بيوت اهالي. حلو الكلام. فالمداد مشى في الارض ومشى جوه البلكونه، واحنا علينا بلكونه يمكن 10 سم. ده اللي ايه اللي تم، كان والدي عمل. فلما جيت انا اعيش في الشقه اهي، فعملت الكوع اللي نازل ده كوع بباب تحسبا للمشكله دي. ففي مره كان جاي له ضيوف، واحد صاحب محترم كده من نيوزيلندا، كان جاي لي هو وعيلته. فصادفته في البيت، سبت له البيت يقعد فيه. فبره يا جماعه في الغرب، يمكن اللي سافر بره عارف الموضوع ده، ان في انواع ورق تواليت اللي هي بتدوب في الميه، بيستخدموها خاصه ورق التواليت بتدوب، غير بتاعتنا احنا ما عندناش احنا الموضوع. فبره متعودين اولا ما عندهمش شطاف فاستعمالهم لورق التواليت، وبيرموه مباشره، مش في الباسكت، لا في التواليت نفسه. فلقيت تاني يوم من استضافتهم بيتصل بيا بيقول لي محمد تعال الحقني في مشكله. فرحت لقيت طبعا التواليت عايم ميه، تسلك مهما تسلك، تعمل ما تعمل ما فيش. فكان سبب ان ورق التواليت اللي كان موجود طبعا ما بيدوبش يعني الورق بتاعه ما بيدوبش يعني. فتراكم مع الفضلات الصلبه مع طول المداد بقى، تقريبا طول المداد من هنا لهنا ما يقرب من 2 متر ونص تقريبا، عمل سدد. اضطريت الحمد لله ان كان في كوع بباب، فتحت الباب طبعا البلكونه باظت يعني. طيب ده حاجه ملحوقه. وخدوا بالكم انا عايز اقول لكم حاجه، الموضوع كله كان ايه؟ كانت طلعت التواليت كوع واحد بس مودي على المادة وعامل كده. طب لو انت معاك حضرتك 4 اكواع بقى هتعمل ايه؟ فمش معنى انها اتعملت وماشيه تبقى صح. ممكن هي ماشيه تمام والدنيا حلوه، بس هندسيا ان احط تواليت ب4 اكواع وامشي، هندسيا صح؟ لا طبعا. زي برضو ما هقول لكم حاجه تانيه. يبقى الفيديو ده خلي بالكم طويل جدا، فلان نقطه مهمه، مش هيشوف الفيديو الاخر الا اللي فعلا عايز يسمع وعايز يفهم ويبدا بعد كده يقرر. الموضوع طبعا احنا مجرد بنعرض معلومه وانت اب تو يو تيك ات اور ليف ات يعني. ف لما نيجي مثلا في السباكه وبنتكلم بنقول يا جماعه السباك اللي بيجي يمشي بماسوره ويقلب العمود ويكسر القشره بتاعت العمود عشان يدفن مواسيره، قولا واحدا صح ولا غلط؟ كل الناس عارفه انه غلط. طيب الموضوع ده اتعمل، هل المبنى هيقع؟ لا، خلينا صراحه، المبنى مش هيقع ولا هيأثر على حاجه. بس انت كده بتخش في الريسك اللي احنا المفروض ما نوصلوش كمهندسين، عشان احنا دايما بنتعامل مع الورست كيس ده. خطر، محدش يخش لغايه حديد تسليح يا جماعه، ما ينفعش كده. كذلك الموضوع ده انت بتتخطى الورست كيس كمان، ده انت بتتخطى كل حاجه ان فعلا وارد تحصل مشكله. فطيب ايه الموضوع، نعمل الموضوع ده ولا لا؟ طيب اتكلمت برضه قبل كده